بيبدأ الفيلم مع ريمي اللي بيكون فار وبيكون عنده حاسة شم قوية، ووالده بيكون زعيم العشيرة، وأخوه اللي اسمه إيميل اللي بيكون منبهر بسهولة. وفجأة ريمي بيمنع والده إنه ياكل حاجة، وبيكتشف إن كان فيها سم فيران، ووالده بيعينه شمام سموم علشان محدش من العشيرة ياكل حاجة مسمومة. وريمي بيكون دايما مختلف مع والده اللي بيحاول يقنع والده إنهم يسرقوا أكل نضيف من المطبخ، لكن والده بيقول بلاش نقرب من مطابخ البني آدمين علشان البشر هيموتوهم، وبيقول له ناكل من الزبالة. وريمي مش بيسمع كلام والده، وبيروح لبيوت البشر وبيدخل المطبخ علشان يدور على أكل نضيف، وبيتفرج على التلفزيون وبيشوف جوستو أشهر شيف في فرنسا، وبياكل وهو مستمتع بطعم الأكل اللي بيكون نضيف، وبيكون مبسوط وسعيد. فجأة صاحبة البيت بتصحى وبيخاف ريمي وبيهرب بسرعة، وهو ماشي في الجنينة بيلاقي مشروم وبيكون فرحان بيها، وبيلاقي أخوه إيميل بياخد منه حتة الجبنة اللي معاه، وبيطلع هو وأخوه على سطح البيت وبيسوي الأكل على المدخنة، والبرق بيصعقهم وبيرميهم على الأرض، ولكن بيكون مبسوط علشان طعم الأكل بيعجبهم. وعلشان الأكلة تكمل بيدخل بيت البشر تاني وهو وأخوه علشان يدوروا على الزعفران. وريمي بيقول لأخوه إن جوستو الشيف المشهور عمل كتاب عن الطبخ وسماه الطبخ للجميع، وإيميل أخوه بيكون متفاجئ إن أخوه ريمي بيعرف يقرأ. وريمي بيفرح لما بيشوف جوستو وهو بيقول إن أي حد يقدر يطبخ بشرط إنه يثق في نفسه، وبيتصدم ريمي لما بيعرف إن جوستو مات، وده بسبب إن مطعم جوستو قل نجمة بسبب تقرير عمله أشهر منتقد طعام اسمه أنطوان إيجو. وفجأة بتصحى الست العجوزة وبتشوف ريمي وإيميل وبتضرب عليهم نار، وبيهربوا هما الاتنين وبيدخلوا فتحة السقف اللي نازل منها النجفة، وبتضرب نار بالبندقية بتاعتها على السقف وبيتشقق السقف وبيقع بعشرة الفيران كلها اللي كانت مستخبية فيه، وبتهرب الفيران كلها من الباب ومن الشباك، وبياخد ريمي كتاب الطبخ وبيهرب من الشباك، والفيران كلها بتركب المراكب اللي كانوا مخبيينها للطوارئ وبيهربوا في النهر. وريمي مش بيلحق يركب مع العشيرة، وبيستخدم الكتاب وبيركب عليه في النهر، وبيحاول يلحق العشيرة وبيحاولوا يساعدوه، لكن الست العجوزة بتضرب عليهم نار وبيتفرقوا عن بعض. وبيدخل في طريق مختلف في النهر وبيقع في المية وبيعوم بسرعة، وبيمسك في الكتاب وبيطلع على الكتاب تاني، والمية بتجرفه بعيد. وبعد كده بيلاقي نفسه وحيد في المجاري بعد ما بيفشل انه يوصل للعشيرة، وبيكون حزين وبيقعد يقلب في كتاب الطبخ، وجوستو بيقعد يتكلم معاه وبيقول له انه لو جعان يدور حواليه، لكن ريمي بيقول له انه حزين، وجوستو بيقول له لو ركزت على اللي ضاع منك عمرك ما هتشوف اللي بيستناك في المستقبل. وريمي بيتشجع وبيمشي على مواسير المجاري وبيطلع على السطح وبيدخل مطبخ وبيلاقي اكل، وجوستو بيظهر له وبيقول له انه مش حرامي وانه طباخ وما ينفعش يسرق. وريمي بيمشي على الانابيب المجاري وبيوصل للسطح وبيكون منبهر لما بيعرف ان هو في باريس، وبيشوف مطعم جوستو من فوق السطح، وبيقرر ريمي انه يروح لمطعم جوستو. وجوه المطعم بنشوف الطباخين وهم شغالين وبيقدموا الطلبات للزباين، وتحت اشراف الشيف سكينر المسؤول عن المطعم. وبيجي ولد اسمه لينجويني وبيقول للشيف سكينر انه هو ابن ريناتا صديقة جوستو، وبيعرفه ان والدته ماتت، وبيديله جواب كانت سايباه للشيف سكينر، وبيطلب منه انه يشغله في المطعم. والطباخين بيدوله لبس عمال النظافة. وبنروح لريمي وهو بيتفرج على المطبخ من فوق، وبيكون معاه الشيف جوستو اللي هو بيكون في خياله طبعا. والشيف جوستو بيكلم ريمي وبيسأله عن الشيفات وعن دور كل واحد فيهم في المطبخ، وبيشوفوا لونجويني وهو بينظف الأرضية وبيوقع الشوربة بالغلط على الأرض وبيغير الوصفة بتاعتها علشان ما حدش ياخد باله. وريمي بيكون متعصب جدا من اللي عمله لونجويني، وفجأة بيقع ريمي في حوض تنظيف الأطباق، وريمي بيخرج من الحوض بسرعة وبيجري علشان يهرب من المطبخ. وبيشوف ريمي شباك المطبخ مفتوح وبيجري علشان يخرج منه، ولكن بالغلط بيقع في حلة، وواحد من الطباخين بياخد الحلة وبيمشي، وريمي بينط في صينية تانية وواحد من الطباخين بياخدها وبيكون هيحطها في الفرن، لكن ريمي بيقدر يهرب منها من غير ما حد يحس. وريمي بيجري علشان يخرج من شباك المطبخ، ولكن بيشم ريحة الشوربة قبل ما يخرج، واللي من الواضح انها بتكون وحشة. وبيقرر ريمي انه يصلح اللي بوظه لينجويني، وبيقعد ريمي يزود حاجات للشوربة كتير علشان يظبط الشوربة. واثناء ما هو بيكون مندمج بيشوف لينجويني وبيحاول ريمي انه يهرب، لكن لينجويني بيحبسه بالمصفى. وبيجي الشيف سكينر وبيزعق للينجويني علشان غير الشوربة، وبيوصل واحد من الشيفات وبياخد من الشوربة وبيديها للجرسون علشان يوديها للزبون. وبيتعصب سكينر اللي مش بيلحق ينبه الجرسون، بيقول سكينر للينجويني انه مطرود، والجرسون لما بيرجع بيقول لهم ان الزبونة دي صحفية وعجبتها
الشوربة جدا. كل اللي موجودين بيستغربوا من الشوربة اللي عملها لينجويني، وسكينر بيدوق الشوربة وبيزعق للينجويني وبيقول له انه زبال وما ينفعش يطبخ. والشيف كوليت بتقطعه وبتفكره بشعار جوستو وهو ان الطبخ للجميع، وبتقول لسكينر انه ما ينفعش يطرد لينجويني لان الصحفية عجبتها الشوربة بتاعة لينجويني. وريمي بيستغل الموقف وهم مشغولين علشان يهرب، لكن سكينر بيشوفه وبيهاجمه هو وكل الشيفات علشان يموتوه. ولينجويني بيقدر يحبسه في برطمان، ولينجويني بياخد ريمي وبيركب العجلة وبيروح للنهر علشان يرمي ريمي فيه، وبيتردد لينجويني انه يرميه علشان بيصعب عليه. وبيقعد لينجويني يكلم ريمي وبيقول له انه مش هيعرف يطبخ الشوربة تاني لانه ما بيعرفش يطبخ، وبيقول له انه محتاج الشغل ده ضروري علشان يقدر يعيش. واثناء ما هو بيكلم ريمي بيتفاجئ ان ريمي فاهمه، وبيكرر لينجويني كلامه وبيسأله انه فاهم كلامه، وريمي بيأكد له انه هو فاهم كلامه. ولينجويني بيسأل ريمي ان هو يقدر يعمل الشوربة تاني، وريمي بيهز راسه وبيقول له ايوه. ولينجويني بياخد ريمي معاه البيت علشان يعيش معاه، وريمي بيكون مبسوط ومنبهر بالبيت. وتاني يوم لينجويني بيصحى من النوم ومش بيلاقي ريمي، وبيتعصب وبيفتكر ان ريمي سرق الاكل وهرب، وبيتفاجئ ان ريمي بيكون عمل له الفطار. ولينجويني بيعجبه طعم الاكل جدا، ولينجويني بيخلص اكله بسرعه علشان يلحق الشغل، وبياخد ريمي قبل ما ياكل اي حاجه. وفي المطعم كل الشيفات بيقروا الكلام اللي كتبته الصحفيه عن المطعم وقد ايه الشوربه عجبتها. ولينجويني بيدخل المطبخ وبيكون مخبي ريمي جوه هدومه علشان محدش يشوفه، وسكينر بيطلب من لينجويني ان هو يعمل الشوربه تاني. ولينجويني بيكون مش عارف يتصرف ازاي، وبيخرج لينجويني من المخزن وبيخبي ريمي تحت الطاقيه. وريمي بيتحكم في لينجويني من خلال شعره وبيقدر يتفادى الجرسون، وبيروح لينجويني الحمام وبيكون مبسوط من ريمي انه قدر يتحكم فيه من خلال شعره. وهما الاتنين بتجيلهم نفس الفكره، ودي بتكون الطريقه اللي هيقدر ريمي يعلم لينجويني الطبخ بيها. وريمي بيعلم لينجويني طريقه تقطيع الخضار والطبخ. وتاني يوم بينجح لينجويني في عمل الشوربه، وبنروح للشيف سكينر اللي بيكون في مكتبه وبيشوف الجوابات، وبيتصدم لما بيشوف جواب ريناتا اللي بيعرف انها كانت متجوزه الشيف جوستو، وان لينجويني يبقى ابن جوستو. وبيتصل بالمحامي واللي بيقرا وصيه جوستو، واللي بتقول انه لو ما ظهرش ابن لجوستو بعد موته بسنتين بيروح المطعم لمساعد الشيف اللي هو سكينر. وسكينر بيكون خايف وقلقان ان المده فاضل عليها شهرين، وبيكون عارف ان لينجويني ما يعرفش انه هو ابن جوستو. والمحامي بيلاقي شعره في طاقية جوستو وبيطلب من سكينر انه هو يجيب له شعره من لينجويني. وتاني يوم الزباين بتطلب من الجرسون طبق جديد من عميل الطباخ لينجويني، حاجه غير الشوربه. والجرسون بيبلغهم في المطبخ، والشيف سكينر بيقول للينجويني انه يعمل وصفه قديمه من وصفات الشيف جوستو اللي جوستو نفسه كان قايل عليها انها كارثه. ولينجويني بيقعد يختار حاجات ويعدل حاجات على الوصفه، وده بسبب ريمي. وبيكونوا كلهم في المطبخ مستغربين من حركات لينجويني. وقبل ما الطبق يخرج بيبدل لينجويني الصوص بتاع كوليت وبيحط الصوص بتاع ريمي، وبتكون مفاجاه ان كل الزباين المطعم بينبهروا بالوصفه والاكله الجديده بتاعه لينجويني. وبيسمع ريمي صوت جاي من الزباله، وبيتفاجئ انه هو اخوه ايميل. وايميل بيقول له انهم لازم يروحوا للعشيره، وبياخد اخوه وبيروحوا للعشيره اللي بتحتفل برجوع ريمي اللي كانوا فاكرينه مات. وريمي بيقول لوالده ان هو مش هيقدر يعيش معاهم، وانه مصاحب واحد من البشر وهيقعد معاه. وابوه بياخده معاه لمحل مصايد للفيران علشان يوري له مصير الفيران اللي بتقرب من البشر. وريمي مش بيسمع كلام والده وبيمشي وبيسيبه، وبيقول له ان مستنيه مستقبل كبير. وبنروح لانطوان ايجو اشهر منتقد طعام، والمساعد بتاعه بيقول له ان مطعم جوستو ابتدى سمعته تتحسن، وبيقرر انطوان ايجو انه يزور المطعم. وفي الوقت ده المحامي بيقول للشيف سكينر ان تحليل الدي ان ايه بيقول ان لينجويني ابن جوستو. وبنروح لريمي اللي بيكون راح على المطعم وبيلاقي اخوه ايميل وفيران من العشيره، وبيروح علشان يجيب لهم اكل من المخزن وبيلاقيه مقفول. وبيدخل المكتب علشان يجيب المفتاح وبيقلب في الورق، وبالصدفه بيعرف ان لينجويني يبقى ابن جوستو وهو الوريث الشرعي وهو صاحب المطعم. وبيدخل الشيف سكينر، وريمي بياخد ورقه الوصيه وبيهرب. وسكينر بيركب الفيسبا وبيجري ورا ريمي علشان يلحقه وياخد منه الورق، لكن ريمي بيقدر يهرب من سكينر ومش بيعرف يمسكه. وبيرجع سكينر على المطعم وبيتصدم لما بيعرف ان لينجويني عرف انه هو صاحب
صاحب المطعم، وبيتعمل مؤتمر صحفي علشان صاحب المطعم الجديد اللي هو لينجويني، وبيجي أنطوان إيجو اللي بيقول للينجويني إن هو هيزور المطعم بكرة، وبنروح لريمي اللي بيتفاجئ بأخوه إيميل وفيران من العشيرة اللي بيكونوا جايين علشان ياكلوا، وريمي بيديهم ميعاد بالليل علشان يأكلهم من المخزن، وبيجي لينجويني وبيتصدم لما بيعرف إن ريمي بيسرقه وبيطرد ريمي من المطعم. وبنروح للمطعم وبيجي أنطوان إيجو وبيسأله الجرسون على طلبه، وبيقول له خلي الشيف لينجويني يفاجئني، ولينجويني بيكون مش عارف يطبخ أي حاجة، وبيجي ريمي اللي بيقرر يرجع المطعم علشان ينقذ. ولما الطباخين بيشوفوا ريمي وبيكونوا عاوزين يموتوه، لكن لينجويني بيقف قدامهم وبيعرفهم إن هو ده الشيف الحقيقي اللي عمل كل الأكلات، وبيعرفهم إزاي كان بيطبخ من تحت الطاقية. وكل الطباخين بيمشوا وبيسيبوه لما بيعرفوا الحقيقة، وريمي ووالده والعشيرة بيقرروا إنهم يساعدوا لينجويني علشان ينقذوا الموقف. وأثناء ما ده بيحصل بيدخل مفتش الصحة وبتجري عليه شوية من الفيران وبيكتفوه وبيرموه في مخزن المطعم، ولينجويني بيشتغل جرسون وبيقدم الطلبات للزباين علشان ينقذ الموقف، وريمي وعشيرته هم اللي بيطبخوا. والشيف كونت بتقرر ترجع علشان تساعد لينجويني، وبتستغرب لما بتعرف ان ريمي عاوز يعمل خلطة بيضة بالصلصة علشان يقدمها لأنطوان إيجو، وبيقدمها لأنطوان وبتعجبه جدا وبتفكره بأيام زمان وهو كان بياكلها وهو صغير. وأنطوان إيجو بيكون عاوز يشكر الشيف، ولينجويني بيقول له انه لو عاوز يشكر الشيف لازم يستنى لما الزباين كلها تمشي، ولما الزباين بتمشي لينجويني بيقدم ريمي على انه هو الشيف الحقيقي، وأنطوان إيجو بيقول لهم شكرا وبيمشي. وبعد كده أنطوان إيجو بيكتب رأيه بيشكر فيه مطعم جوستو، وبيقول ان الاكل اللي هو اكله احلى اكل كله في حياته، وبيرجع المطعم 5 نجوم تاني، لكن للاسف بعدها المطعم بيقفل بسبب الصحه علشان الفيران اللي كانت موجوده في المطعم. بعد كده لينجويني وكوليت بيفتحوا مطعم جديد وريمي بيساعدهم، وعشيره ريمي بتكون عايشه في السطح فوق المطعم. وبكده يكون خلص الفيلم. سلام.